بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا بكم في مطبخ أم صهيب، ونرحب بجميع الزوار جدد. نقول لكم مليون ألف مرحبا. اليوم أختكم أم صهيب جبت لكم كون ديال شوكو مع شوق الأطفال. كون ديال شوكو صنع منزلي، ما فيهاش مواد حافظة، قوام كريمي روعة روعة، يجي خاطر ويجي بنين ما شاء الله. نصنعوه في البيت، نحضروه لوليداتنا خير ما نشريوه من المحلات. بسمته غالية وأيضا فيه مواد حافظة. يعني كل صباح نمدو كاس كيما هك لوليداتنا، وانتيا تهنيتي من انك تشري كل مره علبه يعني متوسطه ب5000، وايضا الصغيره 3500، يعني الثمن تاعها باهظ جدا. نمروا الان المقادير وطريقه التحضير. لنا في كاسرونه حطيت 3 كيسان تاع حليب عادي تاع الشكاير، درت لهنا 3 كيسان. بعد ذلك راح ندير علبه تاع فلون بذوق الشوكولا. العلبه هذه تهز 50 غرام. تقدروا ديروا بذوق الشوكولا، وتقدروا ايضا ديروها بذوق الفراز. كما نعلموا ان كاينه كون ديال شوكو كون ديال فراز. لهنا نخلط كل شيء بالفوي هكذا اخواتي حتى يذوب لنا هذاك الفلان، وبعد ذلك نحطوه على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي لنا هذا الفلان. لاحظوا لهنا حبيباتي انا حطيت الفلون تاعي لهنا على النار، ودائما مع التحريك المستمر كما قلت لكم حتى يهز الغليه، يعني حتى يفيض. الدور لهنا تاع الحليب لهنا حتى يفيض باش يتعقم هذاك الكون ديال الشوكو تاعنا، ونخليوه مده طويله في الثلاجه ما يفسدش. لاحظوا لهنا راهو فاض. نحيه من فوق النار ومباشره نحطوه في اناء. نحطوه في اناء واحد اخر هكذا كما تلاحظوا. نفرغوه هكذا ونغطيوه بكيس بلاستيكي او بابي فيلم يلامس مباشره هذاك الفلون، او تغطوه باي حاجه. انا لهنا عندي هذا الغطاء تاع السيليكون، هذا الغطاء يعني عملي جدا. نغطي هكذا هذا الاناء نتاعي ونحطه في المجمد. يعني انا باش نصور معكم الفيديو ونكملوا معكم حطيته في المجمد مده ساعه. لهنا بعد ما برد لي هذاك وجمد لي هذاك الفلان كما تلاحظوا فيه، جبدته راح نزيد له لهنا 2 كيسان تاع حليب. يعني في المرحله الاولى درت 3 كيسان، وفي المرحله الثانيه راح نزيد 2 كيسان. يعني لهنا استعملت اطرات تاع حليب. بعد ذلك لهنا راح نزيد 2 مغارف تاع السكر. يعني السكر تاعي لهنا راهو معتدل، يعني كون ديال الشوكو تاعي جات حلوه، يعني ماهيش حلوه بزاف وماهيش ناقصه. درت لهنا 2 مغارف تاع اكل سكر، وراح نزيد 2 مغارف تاع اكل ايضا كاكاو. من الاحسن يكون الكاكاو تاعكم من النوعيه الجيده باش يعطينا هذاك الذوق الهايل تاع ذوق الشوكولا. بعد ذلك راح نزيد لهنا علبه تاع دانات بذوق الشوكولا. تقدروا ديروا علبه، تقدروا ديروا 2. انا اكتفيت بوحده فقط يعني وفات بالغرض، وجا الكونديا تاعي جات خاثره ما شاء الله. لهنا واش راح نزيد؟ راح نجيب البرا ميكسور بهذه الطريقه، ونبدا نميكسي كل شيء مع بعض حتى يندمجوا المكونات كامل وينسجموا ويرجع الخليط موحد. يعني راح يجي موحد يختفي هذاك الكاكاو، وايضا يندمج هذيك ايضا العلبه تاع الدانات مع هذاك الكاكاو. لاحظوا لهنا اخواتي بعد ما خلطت مليح وتماسك هذاك الخليط، هذا هو الشكل تاعو النهائي. يعني لهنا هذا هو القوام اللي نحوس عليه. انا لهنا خلطت يعني مده اكثر من 5 دقائق وانا نخلط هكذا حتى يولي الخليط نتاعي خاثر، وايضا يندمجوا هذوك المكونات كامل. لهنا راح نطفي هذاك البرا تاعي، وتشوفوا القوام تاع الكونديا تاعي. القوام تاعها يعني لهنا انا ما نزيدش الحليب، القوام تاعو راهو مليح. لاحظوا كيفاش لهنا خاثر، لاحظوا خاثر ما شاء الله، يعني ما كان له نزيد الحليب. هذا هو القوام اللي نحوس عليه. واللي بغيته واللي بغاتها شويه خفيفه تقدر تزيد كاس واحد اخر تاع الحليب. لهنا نجيب الخليط نتاعي نديرو في طاس ونفرغه في القرعه كيما تلاحظوا، يعني محكمه الغلق. القرعه هذه نحطها في الثلاجه ونغلقها، كل صباح نمد منها لوليداتي. يعني كيما قلت لكم خرج لي اكثر من اطرا تاع كونديا شوكو. هذا هو القوام تاعو كيما تلاحظوا فيه كيفاش خاثر. لهنا اخواتي الكريمات وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه وتجربوها لوليداتكم وتفرحوا بها ايضا العائله تاعكم خاصه الاطفال. ولاحظوا لهنا القوام تاع كونديا الشوكو تاع يعني خاثر ما شاء الله، كما قلت لكم احسن 1000 مره من تاع المحلات. نتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه مع فيديو جديد. مع السلامه. واذا عجبكم كيما نقول لكم دائما، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم ام صهيب جامل الفيديو بارطاج
بارطاج مع الأحباب والأصدقاء. ومع السلامة، نتلاقاو إن شاء الله في فرصة قادمة مع وصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله تعالى.